راجل عجوز عظمه وهن وشعره شاب ومراته عاقر، بس كان عنده دعاء. الدعاء ده خلف نبي، وفي الآخر اتقتل بمنشار عشان قال ربنا. دي مش قصة حزن، دي قصة قوة الإيمان لما يوصل آخره. في زمن الدنيا كانت فيه مقلوبة والبدع مالية قلوب بني إسرائيل، كان في نبي صالح اسمه زكريا عليه السلام، مش ملك ومش غني ولا صاحب سلطان، نجار بياكل من ايديه وعايش على قده، بس قلبه مليان تقوى. مراته ست صالحة عجوز وعاقر، السن كبر والعظم وهن والشيب ولع في راسه، وهو مش زعلان على نفسه، زعلان على حاجة واحدة: مين هيكمل الدعوة بعدي؟ مين يشيل اسم ربنا لما امشي؟ في الوقت ده طفلة اسمها مريم اتيتمت، الكبار اتخانقوا، كل واحد عايز يكفلها. زكريا قال نقترع. أقلام في النهر كلها غرقت إلا ألمه هو، مرتين تلاتة، وفي كل مرة ألم زكريا هو اللي يفضل. أصبحت مريم في كفالته. زكريا عمل لها محراب، مكان عبادة نظيف وهادي، يدخل عليها يلاقي رزق، فاكهة مش في موسمها، أكل مش من الدنيا. يسألها يا مريم ده منين؟ ترد بكل ثقة من عند الله. وهنا القلب اللي كان نايم صحي، قال لنفسه اللي بيرزق طفلة يتيمة يعجز انه يرزقني انا. وقف في محرابه ودعا دعاء وهو منحني منكسر صادق: يا رب العظم وهن والشيب ولع ومراتي عاقر، بس انا عمري ما يئست من رحمتك، هب لي ولد يرث النبوة ويرضيك. وهو بيصلي الملائكة نادته: يا زكريا احنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، اسم عمره ما اتقال قبل كده. زكريا اتخض: ازاي انا عجوز ومراتي عاقر؟ الرد جه بسيط ومرعب في قوته: هو علي هين. طلب علامة، ربنا قال له هتسكت 3 أيام من غير ما تتكلم، وسكت يشاور بس، يسبح يفكر، وبعدها الكلام رجع والحمل حصل ويحيى اتولد. راح الملك الظالم أمر: اقتلوا كل اللي بيذكر ربنا. زكريا هرب، استخبى في شجرة، الشجرة اتفتحت ودخلته، بس الشيطان دلهم على مكانه، قال لهم اقطعوا الشجرة، منشار وشجرة ونبي، و12 نصين. زكريا عليه السلام مات، بس دعائه عاش، ويحيى عاش، ومريم جابت عيسى، والرسالة كملت. مش دايما النصر انك تعيش، احيانا النصر انك تموت ثابت.